لو بتحس بألم شديد كل ما بتيجي تحرك كتفك او خصوصا لما بتيجي تلبس التيشيرت، يبقى لازم تاخد بالك انت بنسبه كبيره عندك مشكله في الكتف. الكتف من اكتر المفاصل اللي ممكن تتعرض لاصابات، وده بسبب انك بتستخدمه بشكل مستمر على مدار اليوم وكمان بشكل عنيف، لانه بيتحرك في مدى حركي واسع جدا. لكن الخبر الحلو انك بشويه تمارين كده بسيطه تعملها في بيتك هتحس بتحسن كبير جدا في الكتف. النهارده اقول لك على افضل 5 تمارين تعملهم في البيت علشان تحسن ليونة وقوه مفصل الكتف، هتنسى بالتالي نهائي الم الكتف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد بدر، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه، والنهارده هنتكلم عن 5 تمارين مهمه جدا لمفصل الكتف. مفصل الكتف اللي بتستخدمه في كل حاجه في حياتك، وانت بتشيل وانت بتحط وانت بتعمل اي حاجه في حياتك، وانت بتلبس هدومك وانت بتسرح شعرك، كل حاجه لازم تستخدم فيها مفصل الكتف. والمفصل ده كمان المدى الحركي بتاعه واسع جدا، فلازم تاخد بالك منه كويس. واول تمرين معانا هو تمرين لزياده الليونه بتاعه الكتف في الحركات الخارجيه والداخليه. وده هتجيب فوطه وتمسكها بالشكل ده وتبتدي انك تحرك ايدك لبره خالص ولجوه خالص. المهم لما تحرك ايدك لبره، وليكن حركت اليمين لبره، يبقى الشمال بتدخل لجوه. لازم تحس بشد في المنطقه الخلفيه او الخارجيه من الكتف عشان تتاكد انك عامل التمرين بشكل مظبوط. اعمله ببطء شديد، وهنعمله 10 مرات ونكرر 3 مجموعات. والتمرين ده الهدف منه تقويه العضلات الصغيره في الكتف اللي اسمها الروتيتوري كاف، او العضلات الدواره للكتف، العضلات المحيطه بمفصل الكتف. التمرين الثاني هو اسمه البندول. البندول بتاع الساعات القديمه اللي كان بيفضل رايح جاي ده، لو انتوا فاكرينه هنعمل حاجه شبهه كده. هتبقى واقف تميل بجذعك لقدام، تسند على كرسي وتبتدي انك تحرك كتفك لقدام ولورا، بس لازم الاول ترخي كتفك خالص وتسيبه لتحت وتبتدي تحركه لقدام ولورا ببطء شديد، برضو 10 مرات في 3 مجموعات. والتمرين ده بيحسن الاطاله بتاعه مفصل الكتف، وكمان بيقلل التوتر والشد اللي في المفصل بتاعك، فبالتالي هيحسسك كده بنوع من انواع الارتياح جامد جدا. يعني مجرد ما تعمله كده، لو في الم وقتيا او لحظيا الالم بيقل. التمرين الثالث هو انك بتضم عظمتين اللوح بتوع الكتف لورا، بتكون واقف بالشكل ده وتبتدي انك ترجع كتفك لورا لحد ما تحس ان عظمتين اللوح بيلمسوا بعض، وتريح وتكرر 10 مرات في 3 مجموعات. والتمرين ده برضو الهدف منه ان احنا نقوي عضلات لوح الكتف من ورا، نحسن المرونه، وكمان نقوي العضلات بتاعه الكتف من ورا، لان معظم الناس اللي عندها الم في كتفها للاسف جسمهم بيميل لقدام، فالتمرين ده بيخلي دايما ظهرك كده وكتافك مفرودين. والتمرين الرابع ده لتقويه عضلات الكتف الخارجيه، هتكون واقف بالشكل ده وتبتدي ترفع دراعك بشكل مستقيم زاويه 90 درجه، وتثبت ثانيه ثانيتين وتنزل، وتكرر تاني 10 مرات يمين 10 مرات شمال، وترجع تاني 3 مجموعات بنفس الطريقه. المجموعه الواحده 10 عدات يمين و10 عدات شمال. ولو انت عملت التمرين ده وحاسس انه سهل حبتين، ممكن تزوده بانك تمسك ازازه فيها ميه مثلا كوزن زياده او تقل يعني، وتعمل برضو نفس التمرين، تفرد دراعك بنفس الطريقه 10 يمين 10 شمال في 3 مجموعات. التمرين الخامس والاخير ده لاطاله عضلات الكتف بشكل كبير جدا، انك تحسن المدى الحركي لمفصل الكتف. وده بكل بساطه لو افترضنا ان انت هتعمل التمرين لايدك الشمال، فايدك الشمال هي اللي هتكون ورا ظهرك من تحت، وايدك اليمين هي اللي هتكون ورا ظهرك بس من فوق، هتكون ماسك فوطه. هتبتدي انك تسحب بايدك اليمين لفوق جامد جدا، فبالتالي هتسحب معاها ايدك الشمال، فهتعمل اطاله كويسه جدا لمفصل الكتف. فكده انت حسنت المرونه بتاعته. كمان في تمارين قوت المفصل، فانت كده قدرت تحمي كتفك من الخلع اللي بيحصل او الالم اللي بيحصل او كمان الخشونه، بانك تعمل التمارين دي مره الصبح ومره بالليل بشكل مستمر. بس خد بالك التمارين دي مهم جدا انك تعملها ببطء. وبرضه هقول لك النصيحه اللي دايما بقولها في كل فيديو، لو استمريت على التمارين دي فتره وما حسيتش بتحسن، لازم تروح لاقرب دكتور عظام عشان تكشف على كتفك وتطمن عليه. كمان لو عايز تشوف فيديوهات اكتر من النوع ده، ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو ده، وكمان كومنت جميل زيك. اشوفك بخير يا غالي، سلام.